السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم حاجه كده انا بحب اعملها على طول ودايما بعملها، طبعا فطير. بس الفطير انا ما بعرفش ارج ولا بعرف استعمل النشابه ولا العود زي ايه الصعايده كده وحلاوتهم وجمالهم. بس انا هوريكي طريقه حلوه خالص انا بعملها على طول بالفطير، بس بيطلع بالجمال والروعه اللي انت شايفاها دي بكل سهوله وبكل بساطه، ولا من غير فرد ولا حتى العجن كتير ولا اي حاجه خالص. بصوا الجمال، بصوا طالع رجرج يعني، طبقه طبقه. عامل زي البقلاوة بالظبط كده. ما شاء الله، صلوا على الحبيب المصطفى. وهقول لك على الطريقة ازاي، وطريقة سهلة خالص وبسيطة ومن غير ما تعلمي ولا تعرفي تستعملي النشابة ولا العود ولا اي حاجة خالص، وتطلعي معاكي الجمال والحلاوة دي. بصوا عاد حلاوته، ولما دخل الفرن واستوى بيعطي لون واحد مع بعضيه بالظبط، حاجة كده تفتح النفس. عامل زي الرجاج، عامل زي الجلاش واحلى كمان. وده طبعا بدقيق بالنشاب، وهنشوف الطريقه بالظبط معانا بالخطوات، ونبدا بالعجين مع بعضنا. اول حاجه انا هجيب كيلو دقيق، وطبعا عجينه الفطير ملح وسكر، يعني بحط حبه ملح وحبه سكر. والميه انا حسب ما انتي هتشوفي معايا ملمس العجينه او قوام العجينه اللي انا ايه هعوزها استعملها. طبعا الفطير لا هو عايز عجينه طريه خالص، ولا عجينه تكون يابسه وناشفه. فانا كل اللي انا هعمله ان انا حطيت ملح وسكر، حبه ملح وحبه سكر يعني معلقه ومعلقه، وهنزل بالميه حبه حبه. طبعا لو احنا في الشتاء هنقول الميه تبقى دافيه، لكن احنا دلوقتي جو حر شويه يعني مش ساقعه، فهنستعمل ميه من الحنفيه، ميه فتره عادي مش هيجرى اي حاجه، تشتغل معاكي كويس خالص. انت هتنزلي بالميه حبه حبه، انت مش هتدعكي كتير ومش هتعجني كتير. كل اللي انت هتعمليه هتغيبي الدقيق بس وتعجنيها مع بعضيها زي ما انت شايفه كده بالظبط، وتسيبي العجينه تريح. طول ما العجينه بتريح معاكي طول ما هي تستعمل، وهتبقى حلوه خالص في الاستعمال معاكي، وهتبقى سهله وتبقى مطاطيه زي ما انت هتشوفيها في استعمالها معايا دلوقتي. انا كده بعمل ايه، ان انا بس يا دوبك حبه حبه بالميه، بس ما زودوش الميه مره واحده، حبه حبه بحيث ان انت توصل القوام اللي انت عايزاه وما تطرش معاكي العجينه. وانا ليه عامله كميه قليله عشان انت تقدر تستعمليها وتعرف تعمليها، لكن انا في الفيديو ده عملت اكتر من صينيه. تمام، بس انا حبيت ان انا اوريك ازاي هو لو انت بكميه قليله من الدقيق تقدر تعملي احلى صينيه. كل اللي انا عملته بس غيرت دقيقها، وكده انا ما عجنتش فيها كتير، هسيبها تريح. هغطيها باي كيس او اي حاجه عندك، وسيبيها تريح مكانها كده زي ما انت شايفه. بس لما تختار الدقيق يا ريت يكون دقيق يكون صالح للاستخدام المعجنات، بحيث ان هو يبقى فيه عرق، ما يكونش ايه دقيق نوع مش كويسه، بحيث ان هو لما تيجي تعمليه يبقى معاكي شغال حلو. كل اللي انا عملته كده يا دوبك بس سبتها، سيبيها ساعه، سيبها نص زمان. شوف مطاطه معايا ازاي، هقطعها كده كور صغيره. الكور دي انا العجينه دي كلها قسمتها على مرتين، يعني انا بعمل 10 و10 او 11 و11 او 12 و12 حسب ما تطلع معاك العجينه. كل اللي انت هتعمليه هتاخدي تفردي كده اهو فردة خفيفة، بس يا دوبك تدوري العجينة زي ما انت شايفاها كده، واحدة ورا واحدة، واحدة ورا واحدة. انا سرعت الفيديو علشان بس ما اطولش عليكي، واجيب لك المفيد بالذات ازاي تفردي معايا ازاي. انت هتعمليهم كده واحدة واحدة. طبعا انا عشان بس ممارسة للموضوع دوا، فالعشرة بالنسبة لي كانوا سهلين جدا، لكن انت خليها 5 5 عشان تبقى سهلة عليكي والعجين ما يلزقش ببعضيه. تمام. كل اللي انت هتعمليه اهو تفردي. على فكرة ده مش عود، دي المكنسة، عصاية المكنسة. حصل موقف يعني والعود اتكسر مني، فاضطريت ان انا كان عندي مكنسة جديدة للعصاية فكسرتها، ومن ساعتها انا بستعمل عصاية المكنسة في الشغل بتاعي دوا، وبصراحة بعطيني نتيجة حلوة وبتستحمل، فمتضحكوش يعني، بس هي نظيفة. كل اللي انت هتعمليه هتفرد زي كده. فردت انا كده ال10. تمام. بعد ما افردهم هجيب بقى هيكون العجين كل ما العجين ما بيريح معاكي زي كده كل ما بيتفرد معاكي حلو. انا هقلبهم زي ما انا عملت كده هو، وهبدأ بقى بايه، بلاش كده على المكنسة خلاص خلصت مهمتها، هنبدأ بنفرده كده. الفرد ده انا ليه مش مسرعاه عشان تلاحظ ان انا بفرد من على الاطراف اكتر، مش من النص، لان انت من النص كده كده لما تيجي تعمليه معايا بعدين هيتفرد معاكي. انا اهم حاجة عندي الاطراف، طول ما انت شغالة على الاطراف زي كده اهو زي ما انا موريكي، هتبقى معاكي العجينة رقيقة خالص وسهلة الفرد. يعني انا هعملهم دلوقتي ال10 هحطهم ورا بعض نفس الطريقة. على فكرة دي نفس طريقة الرجاج اللي انا برضو شفتوها على الفيديو قبل كده عندك على القناة، نفس الطريقة. همسك واحدة واحدة، وهبدأ ان انا ما تخافيش هو مش هيلزق منك، بس حاولي تسرعي وانت شغالة وما تخافيش. ملمس العجين واحساسك وانت بتلعبي بالعجين كده
حاجة كده مريحة جدا للنفس وحاجة حلوة خالص لما تطلع منها حاجة حلوة. حد هياكلها ويتبسط ويشكرك على جمالها وحلاوتها. يبقى انتي هتستعملي زي ما انا بقولك كده اهو، تبدأي تفرديها، تبدأي على الأطراف. أهم حاجة عندي الأطراف. طول ما الأطراف عندك مفرودة حلو، طول ما طبقة الفطير معاكي هتبقى هشة وخفيفة خالص، وايه، عاملة زي الرجاج بالظبط أو النايلون زي ما احنا بنقول. كل اللي انا هعملهم ان انا عملتهم كلهم. بصي بشكله ازاي، ما تخافيش مش هيلزج معاكي، بس خليكي سريعة شوية. هجيب الصينية، السمنة تكون سايحة مش سخنة عشان تقدر تلمسيها، لانك بتلمسيها بايديكي زي كده تبقى سخنة عليكي. وهتبدا ايه، تمسكي واحده بقى. بص الطريقه دي انا دلوقتي ما فردتش بالنشابه ولا كبرتها، انت كل اللي هتعمليه هتوديها رايح جاي على ايديكي، رايح جاي على ايديكي. شوفي لما العجينه سابت وريحت، بصي اتفردت معاكي ازاي. هتشدي انت من على الاطراف طبقه طبقه. ده احنا بنسميه فطير رص. فطير الرص دوا طعم كده، روعة روعة روعة، حاجة كده خيال. وليه طعم وإحساس غير الفطير النايلون أو اللي بنعمله بالسمنة، هوريهولكوا بعد كده في فيديو تاني. بس ده ليه طعم وده ليه طعم. بس بجد بجد اللي بياكل فطير فعلا وعارف يعني ايه فطير النشابة أو فطير اللي هو بيتعمل بالدقيق زي كده، حاجة كده خيال. كل اللي انت هتعمليه هتحطي العشرة، بتحطي سمنة زي ما انت شايفة، يا ريت ما تكتريش بحيث انها ما تبقاش تقيلة، تبقى خفيفة عليكي. وفي نفس الوقت انت لما هي معمولة بالدقيق مش هتحسي بطعم السمنة التقيلة في الفطير لما تيجي تاكلي بيه. محلاه بقى بجبنة قديمة او عسل ابيض او عسل اسود، حاجة كده تفتح النفس. انا كل اللي بعمله بمسك واحدة واحدة، تمام، وب... وبرش عليها سمنة وبايديا كده اهو، وبحاول ان انا بغطي كل طرف او كل حتة في الفطيرة، بحيث ان انا ايه، تلمس كلها السمنة، بحيث لما تيجي تغلي الفرن معاكي تطلع مورجة كده. انا عملت العشر الاولين، هعمل 10 تانيين بنفس الطريقة برضو، بس انا سرعت هنا اكتر لان انت كده شفت انا عملت ايه في الاول. نفس الحكاية، بفردها حبة صغيرة بعصاية المكنسة برضو، وايه، وبعد كده بشتغل عليها بالفرد على الاطراف بس زي ما انت شفت معايا. وبعد كده بمسكها واحدة واحدة في الصينية برضو وبفردها لحد ما اخلصهم. يبقى انا كده خلصتها، ادي كده اخر واحدة كده انا تمام. خلصت الصينية، هقطعها وهدخلها الفرن. الفرن طبعا سخن، ما يكونش بارد. انت بتقطعيها زي كده اهو، تكونش بارد الفرن خالص وتدخليها الفرن. مش بتاخر كتير في الفرن وعلى درجه حراره كده. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. صلوا على حبيبي المصطفى، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناه، وكمان تدوسي لايك للفيديو عشان الكل يشوفه، وتفعل الجرس كمان. من عند بنت السلطان. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. عملت احلى فطير وانت ما تعرفيش تعملي فطير، بس احلى فطير من ايد ام مصطفى. بصوا الجمال وبصوا الحلاوه. يلا بسرعه هاتي كيلو دقيق واعمليه بسرعه، وانتي تعملي احلى مرة في مرة هيطلع معاكي بالجودة دي وبالحلاوة دي. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله في سلسلة فيديوهات عن الفطير، فطير مشلتت وفطير بانواعه كله، وانتظروا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.